لو انت من عشاق الدلع الفرنساوي زي كده وعايز عربيه اس يو في، فانت هتبقى في اختيار صعب بين ال 5008 وال 3008، وانا كالعاده جاي اساعدك. احنا هنا مش بنقارن عشان مفيش وجه اصلا للمقارنه. لو اهتمامك الاول المساحات، طبعا هتروح لل 5008 عشان هي 7 سيتس، وحتى لو مش هتستخدم السبع كراسي فساعتها شنطه ال 5008 هتبقى 919 لتر، وده اكبر من ال 3008 بكتير. انا هعمل لكم اختبار لذيذ جدا. انا دلوقتي في ال 5008 ودلوقتي بقيت في ال 3008. بذمتكم حسيتوا بفرق؟ كراسي جلد كهرباء فيها تسخين وتبريد وميموري ومساج، وزي ما انتم عارفين مساج بيجو جامد جدا. الحتتين دول بيضيقوا ويوسعوا عشان تتخن وترفع براحتك. عربيه بتحبك في كل احوالك، مش زي ناس. الدركسيون المفضل عندي دبل سكرين 21 انش، فيه موبايل سكار بلاي واندرويد اوتو، فتيس روش، وشاشه للشورت كاتس لاكتر ابس انت بتستخدمها. ومن الحاجات اللذيذه جدا ان الوايرلس شارجر في العربيه دي بينور لما يكون الموبايل بيتشحن، عشان ما تبقاش تايه بقى ومش عارف الموبايل بيشحن ولا لا. وكل الحته دي امبيانت لايتس بالليل بالذات بتدخلك في مود تاني خالص. انا عارف انك ممكن تكون تهت مني وبقيتش عارف انا بتكلم على مين فيهم، بس اللي بقوله ده موجود في الاثنين. مساحات كويسه جدا، وفي زون تالت للتكييف، بس طبعا في ال 5008 اكيد اوسع. الاثنين 1600 سي سي تربو بيطلعوا 180 حصان مع الفتيس الايسن الست نقلات، بس بحكم الوزن 3008 هتبقى اسرع. ما حدش بياخد كل حاجه. دي ان اي بيجو الجديد سواق الانوار او الثلاث مخالب اللي بقوا حقيقي مميزين. فمن غير ما اطول عليك قول تقول يا ابو الصفاصيف، ال 5008 تعتبر ارخص عربيه اوروبيه 7 سيتس في الفئه بتاعتها، وال 3008 من العربيات اللي انا بحبها بشكل شخصي من اول جيل ليها. ولو عايز دي او اي عربيه بيجو تانية فهتلاقيهم في بي اوتو. ممكن تزورهم اي فرع، المعادي، شيراتون او زايد، او تكلمهم عن الهوت لاين 16 6 55.